الحريقة هنا كبيرة جدا بقرية المنظرة التابعة لمركز ومدينة الفيوم، والأهالي يعني بتحاول بقدر الإمكان الإطفاء. المطافي الناس بلغتها وإن شاء الله هتجد وقت والإسعاف وكل حاجة تمام. حريقة كبيرة جدا هنا في قرية المنظرة. مشاهدي ومتابعي الكرام، ان شاء الله يعني نأمل ان ربنا يكرمنا وتطفى هذه الحريقة. اقسم بالله النار هدي. لا اله الا الله محمد رسول الله. ان شاء الله الاسعاف والمطافي في الطريق، ان شاء الله نأمل ان ما يكونش يعني في اصابات ان شاء الله، لان ده حريقة كبيرة جدا. الطريق اتقفل، الطريق هنا طبعا شمال ويمين اتقفل. مشاهدي ومتابعي الكرام، الحريقة دي في قرية المنظرة التابعة لمركز الفيوم. طبعا في ناس هناك بتطفي. النار بتزيد والاشتعال بيزيد زيادة عن اللزوم قبل ما يمشي. بلغنا بان يعني سيارات الاطفاء في طريق هي والاسعاف ان شاء الله تطفي ان شاء الله، وربنا يكرم ما يكونش في اهالي. الناس هناك هاي في البلكونات. مشاهدي ومتابعي الكرام، ننقل لكم الحدث. حريقة بقرية المنظرة التابعة لمركز الفيوم. محدش قادر يطفيها لان الحريقة جديدة، حريقة جديدة جدا محدش قادر يطفيها. طبعا دي قطعة ارض فاضية لكن مسكت فيها النار مرة واحدة. مشاهدي ومتابعي الكرام، نأمل بالتحرك السريع من سيارات الاطفاء والاسعاف، وان شاء الله ما فيش يعني حاجة ولا اصابات ولا حاجة ان شاء الله. معكم الصحفي اشرف فاروق مراسل الفيوم. حريق بقرية المنظرة التابعة لمركز الفيوم. ان شاء الله يعني سوف تعرع سيارات الاطفاء وسيارات الاسعاف عاجلا ان شاء الله. الطريق طبعا والناس كلها هنا، لكن ما فيش حد عارف يطفي حاجة لان النار شديدة جدا.